للوصول للمراحل هذه ومراحل أبعد منها لا بد من المرور بمراحل نتاع تعلم، اللي في الأول ممكن تكون هكا مملة شوية لكنها ضرورية. يعني حاجات تقنية بسيطة. كيف ما قلت لكم خصوصية هذا الخط بالذات المغربي أنه تقنيا سهل، يعني في ظرف بعض الساعات تبدأ تتفرج في نتيجة جميلة، وتبدأ تمن اللي أنت بإمكانك أنك تكتب الخط العربي. لكن زاد كيف نحب نوصيكم أن ألا تترددوا في كل معرض تمشيوا له أنكم تحكوا مع الفنانين، يعطيكم أكثر معلومات تقنية وكذلك على مضمون المعرض. هذا مهم جدا بالنسبة لكم، خاطر كيف ما قلت لكم أنا اللقاءات نتاعي باش تكون مركزة أساسا على أني نحببكم في هذا الفن، أني نعطيكم هكا طاقة باش تتقدموا وتعملوا الخطوات هذه، لأنه النتيجة تكون جميلة جدا قبل الخط وبعد تعلم الخط. فما اختلاف كبير برشا، يعني في أحلك اللحظات نتاع حياتك وانت عندك مشاكل تاخذ ورقة وقصبة وتبدأ تكتب وتشوف فيك المشاكل كل قاعدة تمشي وتحس روحك تدخل في حالة جميلة. هو دواء مثل الفنون الكل.